في زمن السوشيال ميديا كل صورة بنشوفها، كل قصة نجاح بنقراها بتخلي جزء فينا كده يحس إنه متأخر، مش كفاية، مش ناجح زي الباقيين. بنقارن نفسنا بأرقام، بصور، بلحظات مش دايما حقيقية. بس السؤال هنا، هو احنا بنقارن نفسنا ليه؟ هو احنا بنقارن ليه أصلا؟ احنا بننسى ايه واحنا بنبص للناس؟ في حلقة البودكاست النهاردة هنتكلم عن المقارنة، لما تحس إن دايما في وراك حد بيجري أسرع منك. ليلى كانت بنت متفوقة، بس دايما كانت في حد معاها. يعني في المدرسة كانت مش زي أختها، في الجامعة مش زي صحابها مشهورة، وفي الشغل حتى مش عارفة تطلع بسرعة زي صاحبتها. كل مرة تدخل مكان تبدأ تقارن، ضحكتهم أعلى، لبسهم أحلى، وحياتهم أسهل. كل مرة كانت بتخرج بشعور إن هي ولا حاجة. وفي يوم من الأيام دخلت كده على الفيسبوك عند واحدة كانت بتحسدها من سنين، ولقيت بوست بيقول: أنا كنت بحاول أبان قوية، بس كنت منهارة. محدش كان يعرف قد إيه أنا كنت تايهة، وكنت لوحدي كمان. وقفت قدام الجملة دي وحست، وضرب فرامل في دماغها. هي كانت بتقارن نفسها بصورة، مش بحاجة حقيقية، مجرد صورة على الانستجرام ولا على الفيسبوك تضحك فيها. كانت شايفاها إن هي أحلى وأسعد وأحسن. المقارنة بتحصل غصب عنك، بس تكرارها باختيارك. تعال نفكر كده إزاي نتعامل معاها بوعي. يعني افصل ما بين الصورة الحقيقية والصورة على السوشيال ميديا. يعني مش كل السوشيال ميديا حاجة واقعية، ورا كل بيرفكت بوست في حكايات كتير ما اتقالتش. وراجع نفسك كده، انت مش متأخر، انت ماشي في سكتك. ولو حسيت انك ثابت في مكانك، ارجع خطوة. مش ارجع خطوة من خطواتك، يعني مش ترجع في خطوط الآخرين. هما مالهم أصلا؟ اسأل نفسك كده، بتقارن في ايه وليه؟ يعني ساعات بنقارن عشان حاسين بنقص، فبدل ما تركز في الغير، اسأل: أنا محتاج ايه أشتغل عليه؟ محتاج مثلا أشتغل شوية على طموح، على صحة، على فلوس، على جمال. يمكن كل حاجة صغيرة بتعملها بالنسبة لك إنجاز، حتى ولو صغير ممكن تكتبه. كل مرة تخلص حاجة حتى ولو بسيطة، هتكتشف إنك بتتقدم، بس بعين مش شايفة كويس. خليك واعي إن المقارنة بتسرق السلام النفسي اللي جواك، ووقتك وطاقتك وحبك لنفسك كمان. المقارنة زي المراية المشروخة بالظبط، تبص فيها هتلاقي نفسك مشوهة، ناقصة، مهزوزة. لكن الحقيقة انت مش ناقص ولا مهزوز ولا مشوه. انت إنسان بيتطور، بيغلط، بيقع، فبيقوم، بيكمل، يغلط، يقع، يقوم، ويكمل. ما تخليش مقارنة اللحظة تكسرك في مشوار عمر. ما تخليش صورة تنسيك إنك صورة كاملة، حتى ولو لسه بتترسم. وده كان بودكاست قبل النوم. لو الحلقة لمستك، ابعتها لحد يمكن يكون بيراجع نفسه كل ليلة وبيقول أنا متأخر. واستناني في الحلقة الجاية بحكاية جديدة من اللي بنقفل بيهم يومنا وبنفتح بيهم أبواب للراحة. تصبح على خير، سلام من كل القلب.